واخيرا اكتر فيديو انا نفسي بستناه كل سنه، الحاجات اللي جبتها من اول الشتاء، لان طبعا اغلبنا اكيد بيحب الشتاء اكتر من الصيف عشان لبسه اكتر واقيم بكتير. ففي الفيديو ده هوريكم كل الحاجات اللي اشتريتها من اول الشتاء ده او اخر 3 شهور من ديفاكتو. والمره دي زي ما انتم ملاحظين انا مقسم الحاجات اللي جبتها من الشتاء ده حسب كل براند، فكل براند هيبقى ليه فيديو مستقل لوحده. دي احسن سنه تقريبا اشتريت فيها حاجات من ديفاكتو، واكتر سنه لقيت تطور كبير في البراند ده. نزلوا من اول شهر 9 لحد دلوقتي اكتر من 7000 ايتم. طبعا هحط كل لينكات الحاجات اللي انا جبتها دي في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، وطبعا كود الخصم بتاعي اللي هيديكم خصم على اي حاجه موجوده على موقع ديفاكتو، سواء من نيو كولكشن او من الحاجات اللي عليها سيل اوريدي. وعشان دايما بيبقى فيه لخبطه في الموضوع ده، كود الخصم ده بيدي خصم على اي حاجه حتى لو عليها خصم. خلينا نبدا بالحاجات التقيله بما ان الجو دلوقتي برد، واول حاجه هنبدا بيها هي الكوتس. ديفاكتو نزلوا حوالي 35 كوت من اول ما الخريف ابتدى. هوريكم اكتر 6 عجبوني من ال 35 دول. في حاجات نزلت شهر 11 بعد كده لقيت ان هي نزل منها او شبهها حاجه نفس الستايل شويه، بس شكلها الفيت بتاعها كان احسن، في تطور فيه. فلو حد شاف ان ده شبه ده، هو لا، هو هوريكم الفرق كمان ما بين الفيت وما بين الفيت الاولانيه وما بين الفيت التاني. اول كود كنت اشتريته كان هو الفرنش كود ده، جبت منه اللون البيج، بعد كده جبت منه اللون الكحلي لما لقيت ان شكله حلو. ميزه الكود ده بالنسبه لي ان سعره بالنسبه للاسعار اللي بره ارخص شويه. هو كان غالي برده ديفاكتو، بس كان ارخص من الاسعار العاديه للترنش كوت، لان الترنش كوت فيه تفاصيل كتير، وفيه حزام، وفيه الظهر بتاعه متفصل لوحده، وفيه زراير كبيره، والكات بتاعته اصلا دبل بريستد. فحسيت ان هو كقيمه قصاد سعر لطيف جدا. زي ما انتم واخدين بالكم الياقه بتاعته واسعه شويه، ودي دايما حاجه انا بحب اعملها في الكوتس، ان انا بجيب الكوت الياقه بتاعته واسعه شويه عشان انا رقبتي طويله، فيبقى في توازن ما بين رقبتي الطويله وما بين الياقه اللي معموله، فتدي وهم بصري ان هي مش طويله. لو اتكلمنا على محتوى القماش بتاع الكوت ده، فهو 50% قطن و50% بوليستر عشان يدي الافكت اللطيف ده. طبعا في ترنش كوت تبقى ووتر ريزيستنت، في ترنش كوت ما بتبقاش ووتر ريزيستنت. اعتقد ان الكوت ده يعني ممكن نقول ان هو مش ووتر ريزيستنت، مع ان هو عليه ميه وبتنشف على طول، بس ستيل هو بيمتص الميه نوعا ما. زي ما انتم شايفين الفرق ما بين الاثنين واضح شويه، ده بيج وده كحلي. بس انا عندي يعني دايما مبدا ما بكسروش غير نادرا. المره دي كسرت ده لان حسيت ان الكحلي والبيج الاثنين حلوين واحلى من بعض. طبعا بقى الكوتس دي مش شرط ان هي تتلبس على بدله، بالعكس يعني انا ما اعتقدش ان انا هلبسها على بدله. ممكن تتلبس على كاجوال، على جينز، ممكن على تشينو، ممكن تتلبس على جوجر وتحتها قميص او تي شيرت وهكذا. مناسبه جدا للجو بتاع القاهره اللي الصبح بيبقى شويه حر، فممكن يتلبس وتحتيه مثلا تي شيرت نص كم. انا بعمل كده اغلب الوقت. او لو بالليل والدنيا برد شويه ممكن يتلبس تحتيه بلوفر ايا كان اللون بتاعه. البيج دايما هيبقى اللون اللي هيخليك تقدر تلبسه على اكتر من حاجه، والكحلي هيلمت شويه في موضوع الالوان، ان مش اي لون هينفع عليه، بس غالبا هيبقى اللون ده فاتح، ممكن يبقى بيج، ممكن يبقى الجملي شويه. تالت كوت جبته بعد حوالي شهر ونص من بعد ما جبت الكوتس دي، الكوت الجوخ الجملي ده. كان نازل منه 4 الوان، اكتر لون عجبني منه هو كان اللون الجملي. حسيت ان اللون الاسود يعني مش حلو قوي في الماتيريال دي، بس اللون الجملي كان لطيف. كان نازل وقتها ب 2000 جنيه تقريبا، بس اعتقد دلوقتي كان نازل عليه سيل في البلاك فرايداي، ما اعرفش سعره دلوقتي هيبقى كام. بس هو من انجح الايتمز اللي نزلت السنه دي على ديفاكتو، لان السنه اللي فاتت نفس الكوتس دي كانت نازله بس كان في مشكله في الفيت فيها، انا جربتها ما كانتش عجباني خالص. والمره دي هم عملوا شويه تطوير في الفيت، فزي ما انتم شايفين شكلها مظبوط على الجسم ازاي، مش اوفر سايزد وفي نفس الوقت مش فيتد على الجسم، فمديه الشكل اللي ينفع يتلبس على الاثنين، سواء كلاسيك تبقى واخده راحتها تحت البدله، او تلبس على جينز زي ما انا بحب البسها وتبقى لايقه برضه. طبعا هنا الياقه بتاعه الكوت ده الياقه بتاعه بليزر شويه، مش عريضه وفي نفس الوقت مش رفيعه قوي. الخامه بتاعتها مرنه، مش خامه ناشفه زي الكوتس اللي هي بتاعت زمان، لا الخامه بتاعتها مرنه، وده بيخليني شايف ان هي برضه ينفع تلبس على حاجات كاجوال كتير. الماتيريال بتاعته في جزء كبير منها بوليستر، مش هنخدع نفسنا لان الجوخ طبعا ماتيريال غاليه شويه، فهو نسبه الجوخ فيه مش عاليه بس نسبه البوليستر فيه عاليه. وطبعا زي ما اكدت ان الكوت الصوف مش عشان هو صوف وجوخ لازم يتلبس كلاسيك، بالعكس خالص. انا اصلا بتضايق جدا لما بلبس كوت على بدله، بحس ان هو كده يعني الموضوع بقى اوفر قوي، ومفيش اصلا اماكن كتير ممكن نروحها لابسين اللبس ده. فعشان كده اسوأ الظروف لو انا هلبس كوت على فورمال مثلا ببقى لابس تحتيه بليزر وتحتيه تي شيرت، ولما بروح اي مكان بقلع الكوت بفضل بالبليزر وتحتيه مثلا التيشيرت وخلاص. لكن بدله وكده ممكن لو انت شغال في بنك مثلا او شغال في الوزاره او شغال في اي حاجه ليها علاقه بالحاجات دي ممكن تلبسه، مع ان اعتقد ان معظم الناس اللي بتتفرج على الحاجات دي شباب، فما اعتقدش ان هم هيلبسوه بالطريقه دي خالص. طبعا هتبقى حاجه لطيفه جدا لو لبست عليه سكارف، سواء بقى ان كانت الرابطه اللي هتربطها عليه تربطها تحطه زي ما هو او تربطه
ايا كانت الرابطه. وكده كده هنعمل فيديو بقى لوحده خالص على الربطات بتاعه السكارف، لان خدت بالي برضه ان كذا حد بيبعت لي على انستجرام قول لنا الربطات بتاعه السكارفز اللي بتستخدمها. ندخل بقى على البلوفرات. السنه دي برضه ديفاكتو اتطوروا شويه في موضوع البلوفرات دي، ان بقت الفت مع الماتيريال مظبوطه. قبل كده في السنتين اللي فاتوا في سنه فيهم الفيت كانت هي اللي حلوه بس الماتيريال ما كانتش قوي، والسنه اللي بعدها الماتيريال بقت لطيفه بس الفيت ما كانتش قوي. السنه دي هم عملوا البالانس ده، والفيت والماتيريال بقوا متظبطين مع بعض. اول حاجه واكتر حاجه عجبتني من عندهم كانت السنه دي برضو كانت البلوفر الاخضر ده. انا دايما بحب البلوفرات اللي فيها اللي هي البولو، بحب البس تحت البلوفرات، بحب البسها لوحدها، ساعات بلبس تحتها النيك سكارف مثلا ولا حاجه وعليها جاكيت شكلها لطيف قوي. منزلين منها اكتر من ديزاين واكتر من لون، ده تقريبا اكتر لون عجبني. الديزاين ده نازل منه 3 الوان، اسود وبيج واخضر. الاخضر بس هو اللي عجبني اكتر لون، حسيته يعني يونيك فيهم. زي ما انتم شايفين هو تريكو، القصه بتاعته ريجولار فيت مش واسعه ومش ضيقه، في حوالي 70 او 60% اكليريك، وفي بولي نيت طبعا عشان يبقى بيستريتش براحته، واخر حاجه فيها بوليستر عشان تديله الايفكت الظريف بتاع الصوف اللي هو يناسب اليومين دول، مش الصوف التقليدي قوي. البلوفر ده ممكن يبقى تريكي شويه في موضوع الستايلنج بتاعه. اكتر واسهل لونين ممكن يبقوا لايقين عليه لو هنتكلم على الحاجات اللي تشينه ممكن البيج، وفي نفس الوقت ممكن الاسود. وطبعا ممكن حد يروح للكحلي، مع اني ما بعملش قوي للموضوع ده ان انا البس اخضر على كحلي، بس هما بيليقوا على بعض. من الناحيه الثانيه طبعا ممكن يتلبس عليه جينز، سواء كان وايت جينز او بلاك جينز او اللون الدينم جينز اللي معروف بيه الجينز. هتلبس عليه جاكيت، اعتقد انك ممكن تلبس عليه جاكيت واسع شويه عشان زي ما انتم شايفين الماتيريال بتاعته سميكه عشان ما يضايقكش في اللبس. ما اعتقدش ان حد هيحتاج يلبس حاجه فوق البلوفر ده علشان البرد. ومن تحت ممكن تلبس قميص، مع اني برضو استبعد ده قوي، ممكن يتلبس عادي زي ما هو كده، تفتح الياقه كانه بولو تي شيرت عادي بس تقيل. نخش على البلوفر اللي بعديه. البلوفر اللي جايبيه برضو تريكو بس بيج، الياقه بتاعته مقفوله راوند، الكات بتاعته اوفر سايز شويه عشان يبقى مناسب للدينم جينز. انا جايبه بصراحه للدينم جينز اكتر حاجه، مش ما اعتقدش اني هلبسه ولا حاجه ثانيه عليه. وفي نفس الوقت اعمل بيه لايرنج لما تبقى الدنيا برد شويه، البسه تحت الجاكيتس او الكوتس. ده بديل للتيشيرت الابيض بس بحاجه تقيله، وفي نفس الوقت ممكن البسه لوحده على الجينز برضه. هو اكتر حاجه اعتقد هتلاقي عليه الجينز. طبعا ممكن يتلبس عليه اسود وكحلي وكل الالوان، هو كده كده بيج يعني، بس انا اكتر حاجه انا حاببها عليه ان هو يتلبس عليه الجينز. كان نازل منه لون اسود، ما حبيتش اللون الاسود خالص بصراحه، حبيت اللون الابيض اكتر او البيج. ده برضه نسبه الاكليريك فيه متوسطه شويه، وسمك التريكو فيه متوسط مش تقيل قوي، وما حبيتش خالص انك تلبس تحتيه حاجه، وخصوصا لو هتلبس عليه قميص ما تلبسش كده تحتيه قميص خالص، لان زي ما انتم شايفين الراوند بتاعته ضيقه شويه، فهو معمول عشان يتلبس لوحده كده وفوقيه جاكيت او كوت. البلوفر اللي بعده شبه البلوفر الاولاني بس هو بسوسته مقلم، التقليمه بتاعته كحلي في بيج. يعني حبيت ان انا لو عندي ميتنج بره ولا حاجه وعايز البس حاجه تكون فورمال شويه، ابقى لابس تحتيه مثلا قميص وطاي ولا حاجه، مش محتاج البس جاكيت، ممكن يبقى لايق عليه قوي. في نفس الوقت ممكن يتلبس عادي جدا تحتيه تي شيرت في نيك مثلا ولا حاجه وعليه جينز، بيبقى شكله لطيف. هو برده كان نازل سيل في البلاك فرايداي في شهر 11، اعتقد ان هو لسه موجود. نازل منه لونين، اللون ده وعكس اللون ده البيز اسود ومقلم. من الحاجات برده اللي انا ما كنتش بعملها قبل كده وابتديت اعملها السنه دي هي الهوديز. ما كنتش بلبسها كتير، كنت بلبسها طبعا، بس كان عندي مشكله معاها ان هي ما ينفعش ان انا اعمل لها لايرنج او ما ينفعش ان انا اعمل لها ستايلنج كتير، يا اما هلبسها على جينز يا اما هلبسها على سوت باند، ومش هينفع البس فوقيها حاجه. بس السنه دي يعني غيرت شويه حاجات كده، ابتديت البس هوديز وابتديت البس اوفر سايز مثلا ما كنتش بلبسه قبل كده. اول هودي جبته الشتا ده كان الهودي البيربل ده كان نازل معاه مثلا 14 لون تانيين. اللون الوحيد اللي انا حسيته يعني ممكن يبقى تجديد او حاجه فعلا البسها لوحدها هو اللون بتاعه البيربل ده. اكتر حاجه عجباني بقى في الهودي ده هو الفيت بتاعته، فعلا الفيت بتاعته شكلها لطيف جدا، بروح بيه كل حته تقريبا. عمل لي مشكله اصلا ان انا بقيت ريفرنس عليه الهوديز الثانيه، فما بقتش عارف الاقي نفس الفيت دي عشان هي عجبتني في حاجات تانية. طبعا فكرت ان انا اجيب نفس الالوان بس حسيت ان هي كده كده متكرره، اسود ابيض بيج، فانا عندي نفس الحاجات دي في هوديز اوريدي موجوده عندي ما بلبسهاش، فحسيت ان انا مش هجدد. فلو حد ما عندوش الالوان دي هلاقي الوان كتيره جدا للهودي ده بالذات على الويب سايت. طيب ندخل بقى على الجاكيت، ودي فعلا من اسرع الحاجات اللي ديفاكتو عملوها السنه دي، ان هم عاملين كولكشن جاكيتس لطيفه قوي. اول جاكيت عجبني من عندهم كان برده شهر 10، كان نص شهر 10، كان الجاكيت البامب الجملي الخفيف ده. الفكره في الجاكيت ده ان هو مش بامب جاكيت زي ما
البوم جاكيتس اللي احنا عارفينها هو خفيف، بيديني مساحه ان انا البسه تحت حاجات كتير جدا. طبعا الخامه بتاعته ووتر بروف، اللي هي بتاعته بولو برده. انا اخترت ان انا اجيبه واسع شويه، مع ان عادي كان عندي اوبشن ان انا اجيب منه لارج، بس جبت منه اكس لارج. حسيت ان انا عايز حاجه واسعه عشان اعرف البس تحتيه حاجات كتير. بس طبعا عادي اللارج كان هيبقى ماسك اكتر، فلو حد حابب ان هو يبقى الفيت بتاعتها شكلها واسع ممكن يجيبه اكس لارج، او لو حد عايز يجيبه مظبوط شويه على الجسم ممكن يجيبه لارج. فعلا الجاكيت ده من اكتر الجاكيتس اللي انا حبيتها السنه دي. الجاكيت اللي بعده هو البومبر جاكيت الزيتي ده، برده نفس الفكره، الفيت بتاعته مظبوطه قوي قوي، بيديني فرايتي كبيره بصراحه ان انا البسه على حاجات كتير. انا بحب البومبر جاكيت، بحب ان انا اقفلها وابين بس الجزء اللي هو اللي فوق ده، وابين الجزء اللي تحت الجاكيت. شكلها بيبقى حلو، وبتدي برده رسمه للجسم حلو عشان الاستك اللي بيبقى من تحت. وفي نفس الوقت بشوف ان هي بتنفع برده تتلبس سنه تحتها قميص او تاي، مثلا لو عندك ميتنج بره في حته ولا حاجه عايز تبقى لابس حاجه مختلفه ممكن تبقى لابسه عليها، او في العادي ممكن تلبس تحتها تي شيرت عادي جدا وبنطلون والدنيا تبقى حلوه وسنيكر والدنيا تبقى لطيفه. فعلا الجاكيت ده نازل منه تور كولرز، نازل منه اللون ده ونازل منه اللون الاسود. طبعا انا كالعاده رحت للون الزيتي ده اكتر وحوشت الاسود، وكويس ان انا شلت الاسود لحاجات تانية هقولها لكم برده في الفيديو ده. دلوقتي هنروح لاخر 3 جاكيتس جبتهم، هم جاكيت الجلد ده، ودي اول مره اجيب في حياتي فيها جاكيت اسود الشكل ده خالص. تاني جاكيت هو الجاكيت البومبر جاكيت الكحلي ده، شكله واخد الجابانيز كات اللي هي بتبقى واسعه شويه من الجنب، وفي نفس الوقت نازله بالبومبر جاكيت كده، مختلفه شويه عن البومبر جاكيتس اللي بتنزل في العادي. لو خدنا سريعا كده تفصيله على كل حاجه منهم، الجاكيت الجلد ده يا جماعه فعلا يعني وازن ما بين الاسعار العاليه جدا في الجاكيتات الجلد، هو طبعا مش جلد طبيعي، وفي نفس الوقت الشكل العام اللي هو انا مش منتظر منه ان هو يبقى حاجه فيري فانسي، بس انا مستظر منه فعلا شكله يبقى حلو على الجسم. وانا عمري ما جربت اصلا الكات اللي هي بتبقى البايكر كات دي. زي ما انتم شايفين خامه الجلد اللي هو متصنع بيه حلوه جدا، وشكلها ريتش، شكلها مش قليل، وفي نفس الوقت السوست الكتير اللي فيه مدياله شكل لطيف. طبعا انا ما جبتش حاجه زي كده قبل كده، فمحتار ان انا البسه على ايه. اول حاجه جت في دماغي ان البسه على بنطلون اسود، طبعا دي اول حاجه هتيجي في دماغ اي حد. ممكن برضه يتلبس عليه جينز، والاضمن ان انا البس تحتيه برضه تي شيرت اسود، دي اضمن حاجه واسهل حاجه. مع الوقت طبعا ممكن البس عليه حاجات تانية، بس دي اكتر حاجه جت في دماغي اول ما جبت. الجاكيت اللي بعده هو الجاكيت كحلي، وده زي ما قلت لكم القط بتاعته مختلفه شويه واخد شكل الجابانيز. هحط لكم ريفرنس يعني عشان حد يفهم قصدي بتكلم على ايه. وده الماتيريال بتاعته فعلا سوفت خفيفه مش تقيله، فينفع تحتيه برضه نص كم، وينفع في الخريف وينفع في الربيع. اخر حاجه هندخل عليها هي البنطلونات. هو الفيديو ده طول شويه مننا، بس خلاص هتكلم على ال8 بنطلونات اللي جبناهم برضه الشتا ده، وهقول لكم الفروقات ما بينهم بسرعه. اول بنطلون كان البنطلون الوايت جينز ده. انا برضو ما جبتش بنطلون وايت جينز قبل كده، كنت بشوف ان هو مش عملي قوي، بس حسيت ان انا في حاجات عندي لو اتلبست على بنطلون ابيض هتبقى حلوه. لما طلبته وجربت الفيت بتاعته لقيت اقتنعت بيه، حسيت ان هو ممكن يبقى مناسب. زي ما انتم شايفين الجوده بتاعه الفينيشنج المره دي في ديفاكتو في البنطلونات بالذات مش زي قبل كده خالص. الفيت طبعا واضح ان هي مظبوطه جدا. المقاسات دي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي، مظبوطه. انا بقيت اجيب المقاس وانا مغمض وعارف هو هيجي عليا ازاي. هم طبعا بينزلوا اكتر من لون في كل فيت، انا ده اكتر لون عجبني هو الابيض. اللي عجبني في البنطلون القطيفه ان انا كنت عايز حاجه فيها كسر، وفي نفس الوقت ينفع ان هي تتلبس على حاجات ابقى لابسها لوحدها، تبقى حاجات طويله. القطيفه خصوصا ان انا ما عنديش حاجه قطيفه خالص، فحسيت ان ده هيبقى لطيف جدا. زي ما انتم شايفين الملمس بتاعه والفينشنج بتاعه عامل ازاي، والكسر نفسها شكلها مخليه لطيف. انا بحب البنطلونات القطيفه يبقى فيها كسر، ما تبقاش زي البنطلونات العاديه، ده بيديها شويه شياكه اكتر. اخر بنطلون، بس ده فعلا من البنطلونات اللي بقالي بتاع شهر تقريبا بلبسها، هو البنطلون ال 19 سليم اللي انا كنت قلت لكم عليه في الاول ده فعلا غير رايي عن الكات دي خالص، وبقيت البسه في اكتر من حاجه. واكيد انتوا خدتوا بالكم ان انا في الفيديو لبسته على اكتر من اوتفيت. الفيت بتاعته فعلا حلوه، لازم منه لونين، اللون ده واللون الابيض اللي انا كنت لابسته في الاول ده 19 سليم، نسيت اقول لكم كده. البنطلونين دول بالذات من اكتر البنطلونين اللي انا اتبسطت فعلا ان انا جبتهم الشتا ده، ولبستهم كتير قوي اكتر من الحاجات التانية. وبس دي تقريبا كل الحاجات اللي جبتها لحد دلوقتي طبعا من ديفاكتو. ممكن يبقى في فيديو تاني على اخر الشتاء تبقى في حاجات تانية، انا كل شهر بحب ان انا اطلب حاجات من عندهم. طبعا حاجات تانية في زارا وفي كذا حاجه ممكن نبقى نعمل لها فيديوهات تانية بعد كده. لو حد كان شايف ان في ايتم معينه كان المفروض ان انا اتكلم
عنها وما اتكلمتش عنها يا ريت طبعا يقول لي في الكومنتس. وهتلاقوني دايما بنزل ريلز على انستجرام وتيك توك فيها بريف كده سريع عن الحاجات اللي جبتها الشهر ده من ديفاكتو. ده بعمله كل شهر، ده بيبقى سهل تحضيره، اسهل بكتير من الفيديو ده. الفيديو ده بياخد وقت كبير نظرا طبعا للايتمز ان هي بتبقى كتير، وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين ان هو بياخد وقت في التظبيط بتاعه. وطبعا اخر حاجه ما تنسوش تستخدموا البرومو كود بتاعي اللي هيديك خصم زياده على اي خصم موجود على موقع ديفاكتو. ولو عجبكم الفيديو حاولوا تعملوا له شير او تعملوا له سيف عندكم عشان تستخدموه وانتوا بتشتروا حاجات من ديفاكتو سواء اونلاين او في الفروع. وبس كده، سلام.